دي الروح تتعرف على صاحبها حتى بعد الوفاة. كانوا هم حتى شكل البناء بتاعهم بيختلف، يعني بيبقى فيه أوضة سفلية على ما ايوه صح، أعتقد، بناء السفلي وبناء البناء علوي، السفلي وبناء بالظبط. العلوي. ممكن بقى بالظبط، برافو. تشرحوا لنا كده بالتفصيل؟ بالتفصيل. انا بقى نرجع، انا عايز اقول بسرعه اه فكره الهرم. الناس مش مصدقه ان الهرم مكان للدفن، والناس تقول لك ده ناس جت من بره بدأوا لنا الاهرامات. الفكره كلها قبل ما ابص لهرم خوفو، انا عندي اه قبل هرم خوفو عندي هرمين موجودين في دهشور للملك امم سنفرو، امم وعندي هرم بتاع الملك زوسر قبليهم اللي هو سقاره، امم وعندي قبل الهرم زوسر عندي حاجه اسمها المصاطب. امم هشرحها بسرعه كده. المصري القديم كان بيخاف على الجثه بتاعته من كتر الامطار والحيوانات اللي بتهاجمها، تمام. فعمل حفره بيضاويه الشكل، امم ودي في عصور ما قبل التاريخ. امم وكان بيغطي المتوفى بجلد الحيوان ويبطن الجزء الحفره تمام بالطين وبعض القش، امم وكان بيغطيه. بعد كده لقى بيتعرض للمخاطر فبدأ يحط عليه بناء علوي، مسطبه اه شكل الحواف بتاعتها اكنها طالعه لفوق. مسطبه زي مسطبه زي اللي ما بيقعدوا القرى بيقعدوا اه عليها، مسطبه. زي تمام. المصطبه دي كانت الجزء العلوي للمقبره، في الجزء بقى السفلي للدفن. امم فالجزء العلوي عمل حاجه اسمها ابواب وهميه، يعني تلاقي المصطبه دي متقسمه كده ابواب، دي امم بيسموها ابواب الروح. الله. ابواب الروح. وفي بير من فوق نازل امم ينزل بحبل امم في بير الدفن. يبقى الدفن بيتم على حرف ال، امم يحفر في الصخر. بيتم المقبره على جزئين، امم حفر في الصخر على حرف ال، والجزء العلوي مبني، يبقى الجزء اللي تحت منحوت اه والجزء العلوي مبني. مبني من امم من الطوب اللبن. امم تمام. او يكسيب الحجر. فعلشان كده تطور بقى من فكره مسطبه واحده الى بقيت 6 مصاطب المصاطب. اللي اه عملها امحطب. امم وبعد كده بقت هرم كامل. امم ففكره الهرم ده هويتنا. هويتنا، هويتنا هويتنا، وتاريخنا ومحدش يقدر ينزع ومحدش هذه يقدر الهويه، نهائي لانه